خاصنا ندوي قاصحين مع جميع المترشحين رئاسه الوداد، ندوي معاهم قاصح، حيت اصلا هما مع احتراماتي لهم ما كاينش شي بروفيل اللي كيبان لك مناسب للوداد. دوك المعايير اللي كنا كنتسناو حنايا، وهذه رساله. ما بغيناش دوك الخطابات وديك البهرجه ودوك الشعارات ديال والو. الجمهور ديال الوداد كيتسنى بروجي، كيتسنى مشروع بقيمه الوداد. ملي كتسنى انت شنو غيقول لك داك المترشح باش يقنعك، شنو كيقول؟ الوداد قاطره، الوداد فرقه كبيره كتلعب على الالقاب، نادي الوداد، كبرت في الوداد، انا ودادي. والهضره ديال الدري الصغير غيقولها لك. الجمهور ديال الوداد كيتسنى مشروع، كيتسنى مشروع اللي غيطبق في ارض الواقع. خلينا من البهرجه والهضره هادشي ديال حنا ما عندنا ما نديرو بهادشي، حنا عارفينه بيكم ولا بلا بيكم الوداد فرقه كبيره، نادي عريق، هادشي ما كندويش عليه. مي حنا في واحد المرحله خاصنا مشروع اللي مناسب للوداد الرياضي، ومشروع اللي غيقنع كل شيء، غيقنع الجماهير الوداديه، يقنع المنخرطين. كنتكلم ديما على المنخرطين حيت عارف باللي كاين واحد الفئه ديال المنخرطين اللي غيبانوا في الجمع عام، غادي يبانوا، قدروا حتى هما يكون عندهم حق انهم يصوتوا الاشخاص وحدين اخرين باش انهم يكونوا في الوداد. هنا خاص ضروري يكون اجتماع ديال الفصيل ديال المنافس، يكون عنده اجتماع مع المنخرطين، حيت المنخرطين هما اللي كيمثلوا الجماهير الوداديه. يكون عندهم اجتماع معهم باش يعرفوا باللي راه ما عندكم ماشي اي واحد خلص واحد المبلغ ديال الخيرات غادي يولي هو يحكم ولا يولي هو يختار واحد الشخص حيت عنده معاه مصالح. لا، انت كتمثل غير الجماهير الوداديه، انت كتمثل غير الجمهور ديال الوداد. يعني كيف خلصتي كيف ما خلصتيش انت منخرط كتمثل، خاصك تعطي ضروري اضافه للوداد الرياضي كمؤسسه المنخرط. ونتكلموا على واحد النقطه مهمه اللي كنتمنى دار، وان يكون تعديل في القانون ديال الانخراط، يكونوا فيه درجات، ماشي اي واحد انخرط خصو يصوت، ولا يكونوا درجات. هنا تعرف القيمه ديال الانخراط وغتولي مؤسسه اللي عندها قيمه كبيره وهويه، ماشي اي واحد ولا منخرط. حيت كاينه فئه كبيره ولات مؤخرا من 2023 الى يومنا هذا، يعني اغلبيه ماشي وداديين، داخلين غير المصالح اخرى وصافي. قليل اللي فيهم ودادي اللي عنده الحب ديال الوداد وباغي الوداد. بغينا مشروع، واخا ان جميع المترشحين بالنسبه لي ما كاينش فيهم دوك المعايير اللي كنتسناو، ولكن ضروري ان غتختار فيهم واحد. كيبقى الاختيار، حنا ما غندعمو حتى شي واحد وغندوي معاهم كاملين قاصحين، حتى شي واحد ما غندعموه. المنخرطين هما اللي عندهم الحق انهم يختاروا لنا واحد الرئيس لقيمه الوداد، وغنتكلم عليهم كاملين في هذا الفيديو. قبل ما غندوي على المترشحين اللي يعني بانوا البروجيات ديالهم في الوداد، واخا داكشي كيبقى سطحي، يعني داكشي كيبقى ما كايناش شي حاجه اللي كتقنعك 100%. غنتكلم على واحد النقطه مهمه، هو ان خاص ضروري ان اي مرشح يكون يعني يكونوا ضمانات في حاله الفشل. الا فشلتي ما يمكنش ان غادي تفشل وغدور في حالك عادي. محاسبه ضروريه مع هذا المكتب اللي كاين دابا، مع هذا الرئيس اللي كاين دابا، خاص ضروري تكون محاسبه، يعني تقاد الامور ديال الوداد من الناحيه الماليه. وكذلك حتى في الرئيس المقبل اللي غيكون في الوداد، حتى هو خاص ضروري يكونوا فيه شروط ومن الضمانات اللي خاصهم يكونوا، ان في حاله الفشل يعني شحال المسؤوليه ديالو. يعني هادشي ضروري خاص يكون في الوداد. ما بغيناش هاد المترشحين كاملين، لان كنتسنى اهم حاجه هو ان يخرجوا باللائحه ديالهم، اللائحه ديال الاعضاء اللي غادي يكونوا معاه في المكتب. راه ماشي ديما غنبقاو نشوفوا نفس الاسماء. واش نفس الاسماء اللي كانت مع اكرم كتلقاها باقا في الوداد، شويه الاسماء اللي كانت مع سعيد النصيري مع البرناكي بقات ديما في الوداد. كاينه طاقات شابه. الوداد راه ماشي ورث، ماشي ورث شي الوداد غادي ديما خدام فيها. المكتب خاص طاقات شابه، ناس جداد يخدموا في الوداد. كاينه دابا الخلاف، كاينين بزاف ديال الاشخاص اللي عندهم كفاءه عاليه باش يسيروا الوداد الرياضي. يعني انت ملي غتكون رئيس الوداد شكل واحد المكتب اللي فيه ناس جداد، كيكون طموح كبير، كيكون باغي يخدم في الوداد. ماشي عاوتاني غادي نجي نخدم في الوداد كرئيس وغادي نرد واحد كان معنا فلان ولا فلان ولا فلان. هما ديما في الوداد وما كيدافعوش على الوداد الرياضي. خاصنا نعرفوا ان التدوين خرج بطلال الناطق الرسمي السابق ديال الوداد، هو ان ضروري خصنا نركزوا في الاخوان، وان قال لك البرناكي من يشكل المكتب ديالو يعني، واللائحه اللي كانت وما كانش فيها واحد الشخص اللي قال لك مشى يعني بينه وبين البرناكي وبقى كيطلب فيه وكذا وهذه، باش انه يكون معاه في اللائحه. علاش؟ الاغراض اخرى، يعني باش ما يقولوش راه الوداد جراو عليك وفي الاخر دخلوا البرناكي في اللائحه، باش عرف ان البرناكي حتى هو راه ما عندوش قيمه. احتراماتي ليك، نحط واحد اللائحه فالناس هادو الخدامين، ما يمكنش لي انا غندخل واحد الشخص حيت طلبني، غندخل الناس اللي كاينين في اللائحه اللي خصهم يستاهلوا واللي غيستاهلوا. وهذيك الساعه راه كانت راه سيبه في الوداد، ومازال كاين اللي كيدافع على البرناكي، باقي كيدافعوا عليه دابا. السيد تغدى مع عموته، لقى عادي ردوه انه تفاوض مع الوداد وغيجي الوداد وبزاف ديال الامور. راه اللي عاب السنه البرناكي شكون هما؟ راه مفيد الديراني، جواد خلوق، ومعاد انزو، محسن بوده. يعني ديروا واحد نظر على هاد اللعاب هادو، من غير نقدروا نقولوا انزو لي كويره شويه. مفيد راه كنا عارفين راه سكر، اما شي الاخر راه حنا عارفين المستويات ديالو ومازال كتدافع عليه. نبداو نشوفوا المترشحين كل يعني كانت اصداء بخصوص البروجيات ديالهم. غنبداو بانس كرامي. للمعلومه الاخوان، يعني كاع المترشحين اللي غنتكلم عليهم كاملين ما كاينش اقناع، كاملين احتراماتي ليهم. ما غنبقاوش ندوي حنا بهذيك اللغه اللي كنا كندوي بها شحال ديال كل الدعم، حيت اللي دعمنا راه شفنا كيفاش وصل للوداد.
كاملين خاص ضروري انهم يجيو يخدموا في الوداد، ولا غيخدم في الوداد خاصو يعطي ضمانات. هذه هي الهضره الاخر. خلينا من انه نشجعوا شي واحد ولا ما كاين تشجيع، كاين النقد البناء في اطار مصلحه الوداد الرياضي. انا سكورامي خرج قال لهم باللي الا شديت الوداد يعني وكانت الثقه ديال المنخرطين وصوتوا عليه باش يكون رئيس الوداد الرياضي، يعني غيتعاقد مع باتشيكو. اول حاجه جوج اخطاء اللي دار. الخطا الاول هو ان انا سكورامي ما كانش خاصو يخرج في تدوينه في فيسبوك. دي اول حاجه. انت كرئيس ديال الوداد راه اصلا دزتي في واحد البرنامج ما خاصكش تدوز فيه. دي اول حاجه، يعني كاحترام القيمه ديالك. وثاني حاجه باش نكونوا عارفين هو ان شنو الغايه ان غنكتب شي حاجه في فيسبوك. ندير واحد الاجتماع مع المنخرطين مع فعاليه الوداد الرياضي ونقول لهم باللي غنتعاقد مع بحالات ما شديت الوداد غنتعاقد مع باتشيكو. حنا ما غنتكلموش على باتشيكو واش مزيان ولا ناقص. المدرسه البرتغاليه كاين اللي كيقول لك مزيانه، كاين اللي كيقول لك ناقصه. حنا ماشي الموضوع ديالنا دابا، الموضوع ديالنا هو الرئاسه. انت قلتي باللي غتوقع مع باتشيكو في حاله شديتي الوداد. هنا كاين خطا بالنسبه لي، وانك كنتي غتقنع بزاف ديال الوداديين اللي قلتي انا ما غنشد الوداد، غادي نتعاقد مع مدير رياضي اللي انا وياه بالتشاور غادي نختاروا واحد المدرب اللي بقيمه نادي الوداد الرياضي. انت في البرنامج اللي فات كنتي قلتي باللي راه الجانب التقني غنجيبوا ناس مسؤولين تقنيين هما اللي غادي يختاروا الناس اللي يخدموا في الوداد. انت دابا انت اللي اختاريتي هذا المدرب هذا، باقي ما عرفناش حنا واش معك مدير رياضي ولا لا. المشروع اللي كان عندك شحال هادي كيبان لي احسن من المشروع هذا. قلتي باللي حسب الاخبار اللي كاينه ان ما يكونوش تعاقدات بزاف، واش تقدر انك تحسن اللعابه ديال الوداد. كاين بزاف ديال اللعابه غيمشيو للوداد الرياضي. كيفاش غتتعامل مع الموارد الماليه، كيفاش غتجي فلوس، كيفاش غتتعامل مع اللعابه ديال لي سبور اللي خصهم يطلعوا. يعني هادشي خاصك مدير رياضي واداره تقنيه وبزاف ديال الامور. انت درتي خطا كبير انا سكورامي انك مشيتي لاول خطوه هو انك بغيتي تعين مدرب، لان انت ما عندكش الصلاحيات انك تعين مدرب. اللي خاصك مدير رياضي الا دخلنا في الباب ديال الاحتراف. معك مدير رياضي، معك مسؤولين اداره تقنيه، وغنتعاقدوا مع مدرب اللي بقيمه الوداد الرياضي. هذه اول نقطه غنتكلموا عليها. نمشيو لياسين سعد الله. ياسين سعد الله قال باللي قبل في المشروع الاولاني قال باللي محسنين. مؤخرا قال عندي واحد مشروع ضخم ديال 4 سنين، يعني هضره اللي معروفه. 4 سنين راه ولايه ديالك راه باينه. مشروع ضخم اللي نخدموا الوداد ونقادوا بزاف ديال الامور، وغنشوفوا ان الفرق خصها دي القاب، وكنتسناو تمويلات. سطروا مع الاخوان على التمويلات. يعني انت كتسنى الناس اللي هما اللي غيعطيوك الفلوس غادي يعاونوك. الا ما كانوش هاد الناس هادو شكون اللي غيضمن الوداد ان غتمشي مزيان معاك، ولا حتى غتهز يدك على الفرقه. يعني هنا امور خاصنا نتكلموا عليها، وخاصنا نركزوا في الرساله ديال الوانرز اللي كانت في المباراه الاخرى. كونطر توارقه باللي راه اللي غيجي انه يسير الوداد خصو يسير بحال شكل ديال سعيد النصيري. نسى ان غادي نبيع واحد الحاجه من الوداد باش هي غنسير، غادي نساها. انت خاصك تجي الوداد، يعني خاصك تخدم بطريقه احترافيه. وما نساوش راه كنتي في الوداد وكنتي في فرع ديال كره اليد. هذا الفرع هذا معاك ما كانش واحد التطور. فرع ديال كره اليد ما نجحتيش معاه، كيفاش غتنجح مع فرع ديال كره القدم؟ نمشيو لعصام العسل. عصام العسل اللي كاين مع المكتب ديال هشام ايتمنى. حنا عارفين باللي اي حاجه من المخلفات ديال المكتب السابق ما عندنا ما نديروا بها في الوداد. هذا بدا كيشوف قال لك كيروش باغي يرونوفلي كونطرا مع بعض اللاعبين، كيتفاوض مع بعض اللاعبين، بحال بغى يبدا يدير الخدمه قبل باش انه ياخذ الثقه ديال منخرطين. وكذلك كاينين بعض المترشحين اللي كاينين 4 اللي قانونيا 4، وكاينين 3 منهم واحد اللي ممكن انه يدعم هذا عصام العسل. يعني هذا عصام العسل بحال بغى يبدا يدير خدمه. خاصك تعرف ماشي كنتي مع يتمنى في المكتب معاه غنطابق داكشي اللي كان مع سعيد النصيري ديال اكرم. النصيري كان نائب ديال اكرم، وكان ديما وقلتها قبل كان ديما خلافات معاه، لدرجه كان سعيد النصيري ديما كيبغي يقدم الاستقاله ديالو، كيبغي يمشي بحالو من الوداد حيت عارف باللي الخدمه اللي كانت ديك الساعه ما كانتش مزيانه. انت مع خونا راه خدام معاه وما درتو حتى شي حاجه، حتى شي تغيير مكان. ما عرفناش واش انت غتكون خدام في الوداد ولا هو اللي غيبقى يسير من الفوق وانت غتكون غير في الواجهه. علاش حنا بغينا اي حاجه في المخلفات ديال المكتب السابق تمشي من الوداد. بغينا ناس جداد يخدموا في الوداد. انا ما كندعم حتى شي واحد الاخوان، لا انا سكورامي لا العسل لا ياسين سعد الله لا العلام لا حتى شي واحد فهادو ما كندعمهم. اللي كندعم هو من البروجي المزيان اللي غادي يعطي ضمانات، اللي يخدم بالوداد ويحترم لاطاج ديالو. اما واحد اللي غيجي غير يدير داكشي اللي بغا ولا غيبغي يسير الوداد بواحد الطريقه خبيثه اللي غنجي غنبيعو باش نسير الوداد، غنسى. ما كاينش الدعم كيف ما قلتها. اللي غيقنع المنخرطين مرحبا به، في انتظار المنخرطين اللي غادي يكونوا وداديين. المنخرطين اللي عندهم حق انهم يصوتوا في الجامعه ملي يكون في 21 يوليوز خاصهم ضروري انهم يكون حيت قبل غتطالع بالوثائق كامله وغيكون عندك التقرير المالي وغتعرف كل شيء. يعني ضروري من المحاسبه وضروري من اختيار شخص اللي غيعطي بروجي مزيان وغادي يكون ودادي وفيه المعايير ديال انه يكون رئيس ديال الوداد. الثقه ديالنا في منخرطين. اما بخصوص المترشحين كاملين راه مازال كنشوفوا باللي راه ماشي بمستوى تطلعات الجماهير الوداديه. نتمنوا خير ونتمنوا الثقه ديالنا ما تخيبش، ونشوفوا منخرطين الودادي اللي يختاروا الرئيس اللي غيكون في المكان المناسب. نتمنوا خير وعاش الوداد الرياضي.